بسم الله الرحمن الرحيم. مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز من دور الحسم. المباراة بتتلعب على استاد القاهرة الدولي. نادي الزمالك هو صاحب الأرض. بفكرك بمباراة الذهاب، انتهت بفوز النادي الأهلي 2-1. كان اللي جاب الجون الأولاني كان الزمالك، كان جابه حسام عبد المجيد من ضربة جزاء، وبعد كده بيتعادل حسين الشحات، وبعد كده بيجيب جول الفوز اللاعب محمود تريزيجيه من ضربة جزاء. طيب المباراة بتتلعب يوم الجمعة الموافق 1/5/1 2026، وبتتلعب الساعة 8 مساء بتوقيت مصر. هقول لك على كل التوقيتات. تبقى الساعة 6 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 7 مساء بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 8 مساء بتوقيت مصر وفلسطين ولبنان والسعودية وقطر والعراق وسوريا واليمن والكويت والأردن والبحرين وتركيا، والساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، وبتوقيت محافظة دمياط بلد المشبك والحلويات اللي أنا منها هتبقى الساعة 8 مساء زي توقيت مصر يعني. ان شاء الله النادي الاهلي يكسب ان شاء الله، امين يا رب العالمين. المباراه مذاعه عبر عده قنوات، وهي تقدر تشوفها على قناه اون سبورت 1 بصوت المعلقين، هيبقى قناه صوتيه اولى ايمن الكاشف، قناه صوتيه ثانيه مؤمن حسن، او تقدر تشوفها على قناه اون سبورت ماكس بصوت المعلقين، قناه صوتيه اولى محمد الكواليني، وقناه صوتيه ثانيه بلال علام. انا عن نفسي هتفرج على ايمن الكاشف لان انا بحب تعليق ايمن الكاشف. طيب عايز اقول لك تقدر تشوفها برضو على موقع، اكتب على جوجل كوره بلس او موقع يلا شوت، بس كوره بلس احسن عشان ما بيعرضش اعلانات كتير او ما بيعرضش اعلانات خالص يعني. موقع كوره بلس ماشي، عشان ايه مش على اليوتيوب، على جوجل. اكتب موقع كوره بلس اكتبه على جوجل يعني ماشي. طيب عايز اقول لك برضو تقدر تتفرج عليها على القهوه لو انت ما وصلتش الاستاد او ما لحقتش توصل البيت، تقدر تسمعها على الراديو لو انت مش قادر توصل لصورة المباراة يعني. ترتيب الفريقين ممكن اقول لك ترتيب الفريقين بالتفصيل يعني. نادي الزمالك في المركز الاول برصيد 50 نقطة من 23 مباراة، فاز في 15 وتعادل في 5 وخسر في 3، سجل 37 هدف استقبل 14 هدف. اما بيراميدز في المركز معلش ماشي، بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة من 23 مباراة، والاهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة من 23 مباراة، فاز في 12 تعادل في 8 خسر في 3، سجل 36 هدف استقبل 24 هدف. عايز اقول لك طبعا بيراميدز هيلاعب انبي الساعة 5 مساء في نفس اليوم اللي هو 1/5/2026 على قناة اون سبورت بلس، اون سبورت بلس بصوت المعلق محمد مصطفى عفيفي، الساعة 5 مساء بتوقيت مصر والسعودية وفلسطين. طيب نرجع تاني للنادي الاهلي. قلنا ترتيب الفريقين، مفيش حاجة تانية. لما نشوف مثلا ايه يعني تتوقع من ايه يفوز، انا اتوقع ان شاء الله النادي الاهلي يفوز يعني باي نتيجة، بس ان شاء الله يفوز. عايز اقول لك الناس كاتبة الزمالك بطل الدوري ال15، كاتبين دورة حلال. فوز كبير مصر الزمالك، احنا ملوك، احنا الزمالك، الاهلي بطل الدوري باذن الله. ازاي يعني؟ ربنا يستر يعني، ايه بس نكسب الزمالك. ان شاء الله الزمالك هيفوز. دوري اهلاوي ازاي انا يا جماعه؟ دوري اهلاوي صعب قوي يا جماعه. الله اعلم اعلم، كل حاجه موجوده، كل حاجه متوقعه، بس صعب قوي ان احنا نكسب يعني. فوز الاهلي 5-3. فوز الاهلي ان شاء الله يعني. اتمنى يعني، انا اتوقع هتبقى مباراه ما سهله، مباراه صعبه يعني. انا لو انا اتوقع فوز النادي الاهلي اتوقع 2-1 زي مباراه الذهاب يعني. ممكن تنتهي 1-0 للزمالك، 2-0 للزمالك، 2-1 للزمالك، الله ما اعرفش، مش عارف والله العظيم. بس انا اتمنى فوز الاهلي طبعا يعني، اتمنى فوز الاهلي ان شاء الله يعني ماشي. لو انت بقى من عشان الاهلي زي الشريف في القناه ده، كل في الموضوع والسلام.